المنيا بلدي، عروس الصعيد، يعني اتجوزت الصعيد. زمان الصعيد اتقدم للمنيا وخطبها وبعدين اتجوزوا بعض. تعال اقول لكم بقى مميزات المنيا بلد اللي هي ما فيهاش ولا ميزه، ما فيهاش ولا ميزه خالص، يعني ما فيهاش حته، ما فيهاش حتت، محافظه فقيره نفسيا معنويا. الميزه الوحيده اللي في محافظه المنيا ان كلها كدابين، يعني كدابين مصر كلهم اتحطوا عندنا في محافظه. فتعال اقول لكم محافظه المنيا. تعال مبدئيا كده عندنا في المنيا ما فيش اماكن تطلع فيها، يعني ما فيش اماكن تخرج فيها. هو انت لو عايز تخرج فهي المنيا كلها اتجمعت في شارع طه حسين، والشارع كله كافيهات ومطاعم. مش عارف حد قال للناس ان احنا عندنا هبوط ولا ايه؟ مش بنفتح غير مطاعم وكافيهات. بقينا محافظه مدهنه، بقينا مزيتين من كتر المطاعم والكافيهات، تمام. والدنيا كلها اتجمعت في شارع طه حسين اللي هو المنيا كلها بتخرج فيه اصلا. يعني انت مثلا لو طالع مع حد ومش عايز حد يشوفك فما تخافش، حد مش هيشوفك، المنيا كلها هتشوفك وهيروحوا يقولوا انك كنت طالع مع الحد ده. ولو انت بقى من الناس الغنيه غناء فاحش ومش هتطلع في طه حسين، فطبيعي انك هتطلع تقعد في طاوله. هو ما فيش غير مكانين، طاوله وطه حسين. والطاوله ده بيروحوا الناس اللي هم اغنياء غناء فاحش، الطبقه الارستقراطيه. ما فيك فرق طبقات، الناس الغلابه تحت والناس الغنيه فوق. والناس في طاوله بتتقسم لنوعين، ناس غنيه طالعه بعربيات ودولت رايحين يقعدوا فعلا، والناس التانيه اللي طالعه بتكاسل صرافيز ودول بيطلعوا طاوله مره في العمر وبيصوروا ستوريهات تكفيهم 6 سنين قدام. بتلاقيه طلع طاوله مره وكل يوم ستوري. شوف يا جماعه، اكل طاوله، شرب طاوله، مدخل طاوله، مخرج طاوله، حمام طاوله، مرايه طاوله، تواليت طاوله. يحسسك ان عمرو راضي جوز اخته، يحسسك ان عمرو راضي خاله، بيقولوا روح اعمل لي ريفيو عن المكان. فما فيش اماكن تطلع فيها عندنا في المنيا، هو شارع طه حسين وطاوله بتاع الناس تجار الاثار اللي ملناش دعوه بيهم. انا شفت بوست كان نازل على بيج المنيا بيشكر في طاوله وبتاع، وفي بنت عامله منشن لاصحابها وبتقول لهم اللهم طاوله يا جماعه، طاوله المكرمه هي اصل يا اختي، ها طاوله المكرمه، اللهم طاوله تروح تسعى بين الحي الرابع والحي السادس. نيجي بقى للفتيات. البنات عندنا في المنيا بتتقسم لنوعين، نوع ميك اب ارتست والنوع الثاني بلوجرات. يا جماعه احنا تعبنا من الميك اب ارتست، قسما بالله احنا متهيألي اكتر محافظه في تاريخ البشريه فيها ميك اب ارتست. اي واحده بقت تحط لصاحبتها ايلاينر ايلاينر ايه دي؟ لو واحده حطت عدسه لصاحبتها بالغلط في عينها وصاحبتها قالت لها شكرا جدا، تاني يوم بتلاقيها عملت اكونت على الانستجرام ومسميها اسمها ميك اب ارتست. الاكتر محافظه في العالم فيها نجاشين اللي هم ميك اب ارتست المنيا. مش عارف ايه اللي بينافسوا بعض فيه، يعني انا مش فاهم. وبتلاقيها زودت ال 100,000 فولو فيك على الانستجرام وخلاص دي بقى ميك اب ارتست. وعشان اشطبك سوبر لوكس مش عارف اخد 5-6 آلاف جنيه. ليه يا ميك اب ارتست؟ الرجاله عندنا في المنيا بقى بتتقسم لنوعين، عمد وكدابين. احنا المحافظه الوحيده اللي كل قريه فيها لها 6 7 8 9 عمد. يعني مثلا لو واحد خال ست عم امه كان عمده مثلا، زمن محمد علي كلاي من 30 40 سنه، بتلاقيه كاتب الاكونت بتاعه بالعمده عادي فشخ، وقاعد على الكورنيش في الشتاء ولابس 6 جلاليب و3 4 ساعات وماسك الايفون القسط في ايده. النادي الرياضي ده المكان الوحيد والرسمي في المنيا لتجمع الاندر ايدج. كل الاندر ايدج اللي في المنيا بيبقوا واقفين قدام النادي الرياضي. البنات اللي كاتبه الاكونتات بتاعتها مش عارف اتس ملك، اتس نهى، مش عارف مريم الهرشانه، مريم الجربانه، مريم الطهجانه، توكسيك ملك، توكسيك ندى. والولاد اللي هم مسمين الانستجرام بتاعهم مش عارف اتيز محمد، بيج محمد، محمد اكس 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 حسين، اوفيشال محمد. كل ده بيبقوا واقفين قدام النادي الرياضي. لو انت شعرك مش كيرلي هتاخد مخالفه لو واقف قدام النادي الرياضي. عشان تقف قدام النادي الرياضي لازم تبقى روش مسمي الانستجرام بتاعك اتس او توكسيك لو انت بنت، وعامل شعر ولابس النضاره اهم حاجه، والكارجو والاوفر سايز لو حبيت تتجوز من المنيا فاحنا المحافظه الوحيده اللي عندها بورصه جواز. حرفيا عندنا بورصه جواز، يعني احنا بتحدد منيو، المتعلمه مهرها كذا، المتوسطه مهرها اللي هي بتاعه الدبلوم بيقولوا عليها دبلون مش دبلوم، الجاهله مهرها كذا. ممكن تصحى الصبح مثلا لو عايز تخطب تقول لامك مساء الخير صباح الخير يا حاج، ايه المهر عامل كام عندنا النهارده؟ بتسمع ارقام اوفر. اغلى محافظه في التاريخ في المهر 400 و500، مش عارف بتاخد الاميره ديانا ولا ايه، بتاخدها بضمان ولا مش عارف انا، حاجات اوفر. وما تحاولش تحاور على حد من المنيا لان انا ممكن اكون ما اعرفكش، بس اعرف ناس تعرف ناس تعرف ناس تعرف ناس تعرفك وهجيبك. ما تحاولش تفهم لهجه حد من يوم لان احنا اصلا ما بنفهمش لهجه بعض. يعني احنا محافظه واحده بنتكلم اكتر من 8، ده احنا القرى عندنا كل قريه لها لهجه عن الثانيه.